السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهاردة مع بعض البيتزا، بس مش بعجينة بيتزا، بعجينة تانية. يعني هيكون طعمها حلو بأمر الله. عشان كان عندي لبن قاطع وكده يعني، فما كنتش عاوزة ارميه، فعملت كده عجينة وهحط عليها كل مكونات البيتزا ونقضي بيها يوم يعني. هحط بقى على ده كيلو دقيق، هحط عليه فلفل اسمر وهحط عليه ملح. كده انا حطيت الفلفل الاسمر والملح. هحط بقى دلوقتي سمنه. معلش انا بقطع وارجع عشان انا اللي بصور، معلش سامحوني فيها دي يعني. كده انا حطيت عليها السمنه، هعجن شويه وبعد كده هدلق بقى عليها الخميره واللبن وشويه سكر صغيرين قوي كده على الخميره عشان تفور. كده انا هنزل بقى بالخميره اللي عليها اللبن والسكر. لو احتاجت مني كده هي هتحتاج يعني، لو احتاجت مني تاني لبن هزودها لغايه ما يخلص اللبن وبعد كده ازود ميه. عارفه كمان لو عندك بضايه او بيضتين هتخليها جميله جدا وهتروح بيها في حته تانية كده، الدسم بتاع البيض والفايده بتاعته حلوه قوي. بس انا ماشيه حالي دلوقتي عشان ما عنديش بيض يعني، بس هي العجينه دي بتبقى جميله قوي ببيض. بصوا هي كده ملزقه، طبعا شكلها باين جدا ان هي ملزقه، فانا هعجن فيها شويه كده لغايه ما التلزيقه ديت تروح. يا اما لو ما راحتش خالص التلزيقه بدهنها مثلا شويه سمنه او شويه زيت من فوق الوش كده واعجن تاني التلزيقه بتروح. بس بلاش دقيق تاني لان هي كده هتطلع ناشفه لو زودت دقيق تاني. هي كده قوامها كويس جدا، بس عايزه عجن وشويه سمنه او شويه زيت. بصوا هي كده طريه خالص اهي، وكمان ما بتلزقش خلاص، ما بقتش تلزق. فانا هغطيها بقى وهسيبها تخمر. عبال ما تخمر بقى انا قطعت الفلفل ده وهتبله بملح وفلفل اسمر والقوطه اهي، ولسه بقى بقيه المكونات. ابني نزل يصلي يعني هيجيبها وهو جاي. كده انا هشوح البانيه، حطيت حته سمنه وهنزل بالبانيه، كنت مقطعاه ومتبلاه، هنزل بيه يتشوح عشان احطه فوق البيتزا. ما تنسوش يا جماعه الصلاه على النبي، النهارده الجمعه، صلوا على النبي كتير قوي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. البانيه كده اتشوح. البانيه ده انا كنت متبلاه تتبيله عاديه، بصل وملح وفلفل وخل، تبلت البانيه العاديه خالص وقطعته بقى، كان طبعا سخن، قطعته بعد ما تبلته وبعد كده شوحته كده زي ما انتم شايفين، واحطه بقى من فوق الوش مع بقيه المكونات. كده انا حطيتها في الصاج اهو، فردتها، هبدا بقى افرد عليها الحاجات ايه، المكونات اللي من فوق. ده البانيه. كده انا رصيتها خلاص اهي، هدخلها بقى الفرن. عايزه اقول لكم بس على معلومه صغيره جدا عن الموتزاريلا، بنتي اللي قالت لي عليها. الموتزاريلا لما بتدخل الفريزر وترجع تفك تاني مش بتعمل المطه دي خالص، فعشان كده انا مزوده الجبنه الرومي اكتر من الموتزاريلا، لان الجبنه الرومي هي اللي هتمط، لكن الموتزاريلا انا دخلتها وفكتها وكده، فكده مش هتمط معايا يعني. كده بعد ما خرجت اهي من الفرن هقطعها بقى وادوقها واقول لكم بقى ايه طعمها حلو. ده الصاج التاني اهو طلع. عايزه اقول لكم دقت الاولاني تحفه، والعجينه كمان طريه جدا وطعمها جميل قوي. اللبن طبعا القاطع احنا عارفين بيعمل ايه يعني في العجينه، بيطريها كده وبيخليها فيها دسم وحلو قوي. جربوها بقى كده وقولوا لي الف هنا.